مادة رقم 2 من الدستور المصري اللي هي متعلقة بتحديد الإسلام كدين الدولة والشريعة، مبادئ الشريعة كالمصدر الأساسي للتشريع، هي مادة تمييزية بامتياز. هي مادة تمييزية لأنها أولا تقرر أن للدولة دين، وإن كنا نتحدث نحن وبأمانة شديدة عن مدنية الدولة المصرية، فالدولة المدنية لا دين لها، لا يوجد دولة مدنية، ويقال هذا في الدستور المصري، يعني سمى التناقض وتعارض واضح بين مواد الدستور، ولكن هذه المادة تتعارض مع مدنية الدولة، مبدأ مدنية الدولة، تتعارض مع مبدأ المواطنة المنصوص عليه في المادة الأولى من الدستور المصري، أن هذه الدولة لها نظام سياسي يستند إلى مبدأ المواطنة، والمواطنة معناها هو مواطنة الحقوق المتساوية بين الجميع بغض النظر عن الانتماء الديني أو العرقي أو غير ذلك، وبالتالي لا يستقيم ذلك مع تحديد أن دين الدولة هو الإسلام. أسوأ من ذلك أن البعض من هؤلاء يشير إلى أن المادة الثانية، يعني تحديدا فيما خص المادة الثانية من الدستور، أن هذه المادة أدخلت في الدستور المصري، وأن من بين المشرعين الدستوريين الذين أوصوا بإدخالها عدد من المصريين المنتمين إلى الديانة المسيحية، عدد من المصريين الأقباط. هنا يعني تستخدمي ما يمكن أن تسميه أن هناك شاهد إثبات في الطرف الآخر وافق على ذلك، نظرا أن الشريعة الإسلامية مبادئها تحث فقط على الفضيلة وعلى الخير العام، وفي هذا مرة أخرى إخلال بمبدأ أن المواطن المصري المنتمي إلى الديانة المسيحية، المواطن المصري القبطي أو المواطنة المصرية القبطية، لم يسأل ولم تسأل إن كانت هي أو هو يرغب في أن يرى هذه المادة، ربما يراها تمييزية أو